انت قوي وجامد. مش انت قوي وجامد؟ مش انت قوي وجامد زي ما انت بتقول انا جامد؟ حلو. على ارض الواقع الاهلي اقوى، اقسم بالله الاهلي اقوى بكتير. انت الزمالك وحش والزمالك سيء والزمالك فرقه بقى لها اكتر من 20 سنه ما خدتش دوري ابطال افريقيا والزمالك عمره ما راح كاس عالم. يلا بينا. شئت ام ابيت الاهلي هو ريال مدريد افريقيا. تاني، شئت ام ابيت الاهلي هو ريال مدريد افريقيا. الاهلي هو النادي الوحيد في افريقيا اللي بيخش بطولة افريقيا ابطال الدوري نص الكاس في جيبه. يلا بينا. يعني الاهلي بيخش بطولة افريقيا ابطال الدوري في السنوات الاخيرة كلها نص الكاس في جيبه. يعني سيبكم من موضوع الزمالك خالص، يعني ما حدش يركز مع الزمالك ويقارن الزمالك بالاهلي لان الاهلي بعيد عن الزمالك بكتير. خلاص؟ يلا بينا. من اللي بيهاجم نادي الزمالك ابناء نادي الزمالك. دي حقيقة بس كلمتها دي ممكن تزعل جماهير نادي الزمالك على فكرة. ليه؟ يعني ان هو لا بالعكس، لا، في حاجات كتيرة لازم نتعلمها من النادي الاهلي. منها التكاتف، منها ان احنا نقف مع بعض، منها ان لما يكون مدير فني احد ابناء النادي، وانا بتكلم على فعلا احد ابناء النادي. يعني انا ما رحتش نادي الزمالك وانا عندي 19 سنه و18 سنه، انا رحت نادي الزمالك وانا عندي 8 سنين، فانا احد ابناء النادي اللي هم فعلا ابناء النادي. طيب تعال نشوف جمهور نادي الزمالك هيقول لك ايه. نشوف التقرير. لو كل منظومات كره القدم في مصر بالتنظيم بتاع الاهلي وبالتفكير في كل تفصيله زي مجلس اداره الاهلي، مصر هتبقى في حتة تانية في الكورة. يلا بينا. النادي الوحيد اللي عنده استقرار كبير جدا يحسب له، خلوا بالكم، ولا يحسب عليه. يحسب له ويحسب لأبنائه ولا يحسب عليه. في احترام الصغير للكبير، الكبير للأكبر، في تنظيم، في كل واحد عارف دوره. يتم هدمه عن عمد، وانا ما بقولش ان بيتم هدمه من بره النادي، لا لا لا، انا مش بتاع الكلام ده، من جوه النادي. في كل ليه بقى؟ في كل بص انا بحكي لك تاريخ. في كل الاجيال التي تم تدميرها بنجاح داخل الزمالك كانت بايد اولاد الزمالك. يا طبعا احكي لك التاريخ. تصريح خطير ده. ما انا هقول لك عشان بس الناس ما تنساش. طبعا. ديف ماكاي مشي، اتعمل عليه مؤامره صريحه. كان فاروق اللي بيساعده، كابتن فاروق كان المساعد بتاعه ومشي، اتعمل عليه مؤامره صريحه. والراجل طلعوه ان هو مش عايز اتكلم، يعني الراجل توفى يعني. وبعد كده طبعا الجيل ده بقى الزمالك ابتدى يلم نفسه. على فكره بعد الجيل ده، بعد الزمالك لما خد الدوري سنتين ورا بعض، الاهلي مع احترامي الكبير خد الدوري 7 سنين ورا بعض. مكتب مش ملعب، اداره. اداره جامده. كابتن صالح سليم الله يرحمه كان عامل اداره جامده. كابتن جوهري لما جه عمل منظومه في الزمالك جامده جدا. كابتن جوهري بقى حكي لي الكلام ده بنفسه. تم محاربه كابتن جوهري من نفس الشخص اللي حارب ديف ماكاي. حاربين. هو شخص واحد؟ لا، شخص بشلته. شخص بشلته. طب والشله دي ما زالت موجوده؟ ما زالوا موجودين. لا بتهزر. لا دلوقتي شله عميقه جدا. جدا جدا. ما هي قعده الجنينه دي في نادي الزمالك، سمعت عنها ولا لا؟ سمعت. قعده الجنينه دي خطيره. احنا ما عندناش في الاهلي قعدات. لا، الزمالك في قعده الجنينه. قعده الجنينه لم يتمكن اي رئيس نادي من ايام الكابتن محمد حسن حلمي الله يرحمه ولا مرتضى منصور. لا، ما حدش يقدر عليها دي. ما حدش يقدر عليها.